السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي في كل مكان عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وعلى اصحابه اجمعين. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا كلكم بالف خير يا رب. النهارده هنعمل حاجه سهله وسريعه كده وكله في حله واحده مش تاخد مننا وقت، يعني غدا النهارده كده قومي اعتمدي. هنعمل النهارده الكبسه باللحمه، طريقه سهله جدا وجميله جدا ومتاخدش مننا وقت. تمام. انا عندي هنا طبعا كميه اللحمه دي ترجع لك انت، نص كيلو، ربع كيلو، كيلو، براحتك خالص. تمام. انا عندي كميه من اللحمه وفيها نسبه من الدسم كده زي ما انتم شايفين عشان تطعمني الكبسه بتاعتي. طبعا عندي الرز البسمتي، انا بستعمل السايب دوت، نوعه يعني حلو مجرباه، ده نص كيلو من الرز. طبعا لسه هنقعه بس مش دلوقتي لان طبعا لسه اللحمه هتاخد سوا، فمش عايزاه انقعه من دلوقتي. عندي بصلايه كده متوسطه مخرطاها كده مكعبات. عندي بقى البهارات اللي هستعملها، عندي لومي، عندي قرفه، عندي كبابه صيني، قرنفل، حبهان، ورق لورا. دي التوابل اللي حصل. اما التوابل البودر، عندي البهارات المشكله اللي انا عاملاها، وفلفل اسود، وكاري على كركم، ورشه صغيره اللون دوت لون زعفار الزعفران. تمام. ده اللي بيدي لون الكبسه الحلو دوت. وطبعا عندي زبده وزيت على النار سايباهم يسخنوا. تعالوا نروح على البوتاجاز ونسمي الله ونشوف هنبتدي بايه. بس لو وصلتي هنا الفيديو متنسيش تحطي لي لايك وتشتركي في القناه وتفعلي زرار الجرس عشان يوصلك كل جديد. بصوا حبايبي، انا عندي حاطه في الحله هنا زبده على زيت. تمام. وكنت احطي زبده بس، وكنت احطي زيت بس عشان خاطر ما الزبده ما تتحرقش معاكي. هبتدي انزل بقطع اللحمه بعد ما يسخن كده. بسم الله. بصوا حبايبي، خلاص كده انا رصيت اللحمه بتاعتي كلها على نار عاليه. انا مش هوطي النار خالص لان انا مش عايزه اللحمه تنزل الميه بتاعتها، لا انا عايزه تحتفظ بالقوام بتاعها والعصاره بتاعتها جواها. هعمل ايه دلوقتي؟ انا هقلب فيها اكنك بتحمري لحمه مسلوقه عادي خالص. هحمرها واديها اللون الاحمر بتاعها الجميل دوت من غير ما ينزل ميه زي ما انتم شايفين كده. هو السمنه بس اللي تحت، لا حطيت توابل ولا بهارات ولا اي حاجه. اشوحها حلوه، احمرها واديها لون التحميره الحلوه قوي، ونرجع نكمل تاني مع بعض. بصوا حبايبي، شكل اللحمه معايا خدت حوالي 10 دقايق كده في التحمير لحد ما بقى لونها كده حلو. اتحمرت على كل الجوانب وما نزلتش الميه بتاعتها، الزبده والزيت اللي انا حطاهم. في المرحله دي هنزل بالتوابل الحصى، اقلب. بسم الله. فرطشه، ايه مش قادره اقول لكم على الفرطشه. بسم الله. كلها متحمره بالظبط، دي عايزه لسه تشوفنا شويه بس مش مهم. بصوا بقى شكلها تحفه. هنزل بقى بعد كده بالبصلايه بتاعتي. تمام. هدي بقى تشويحه للبصل، اديله برده كده ايه تشويحه يتغلف كده مع الزبده والزيت واللحمه ويتشوحوا مع بعض، ونرجع نكمل تاني مع بعض. بصوا حبايبي، خلاص كده البصل اتشوح مع اللحمه حلوه قوي. هبتدي انزل بالبهارات بتاعتي مع سنه غير الزعفران كده عشان برضو ايه تتشوح كده تسمى وريحتها تطلع. بسم الله. يبقى حطيت الكاري والكركم والبهارات المشكله والفلفل الاسود وسنه الزعفران. يا سلام على الروايح وعلى الجمال. بصوا منظرها عامل ازاي، ما شاء الله تبارك الرحمن، ريحتها تحفه. ريحه الكركم والكاري طلعوا على طول ما شاء الله، وادوها اللون التحفه اللي انتوا شايفينه ده. في المرحله دي هعمل ايه بقى؟ هحط لها ميه، بس مش هحط لها بقى شويه صغيرين وارجع ازودها والشغلانه دي، لا انا هعمل ايه؟ انا هغطيه ايه نصها كده بالميه، لان انا كده كده اصلا تمام الرز هيتحط عليها ويستوي فيها، فلو بقت شويه مش هيحصل اي حاجه. فانا ايه عشان اوفر على نفسي هسيبها كده، هنزل عليها بالميه المغليه. لازم تكون ميه مغليه عشان اللحمه ما تجلدش معاكي كده وتجرمش وتبقى مش حلوه. زي ما انتوا شايفين كده ميه مغليه، هغطيه نصها، يعني نص الحله كده هغطيها خالص بالميه المغليه، وهغطيها وهوطلها النار خالص. هتقعد نص ساعه، هتقعد ساعه على حسب سوى اللحمه لحد ما تستوي معايا خالص. وبعد ما تستوي معايا خالص هنرجع نكمل تاني مع بعض، نشوف هنحط عليها ايه تاني. بسم
بسم الله. زي ما انتوا شايفين كده غطيتها كلها. انا ما حطيتش الملح لحد دلوقتي، ما ينفعش تحطي ملح دلوقتي خالص عشان خاطر سوى اللحمه. تمام كده وزي الفل. غطيتها كده كلها باللحمه وريحتها ما شاء الله ريحتها حلوه جدا كده. دي بقى هسيبها ايه تاخد وتدي بشكل ودي مع بعض. هغطي لها النار دلوقتي. تمام. والنار بقى خلاص كده هوطيها، هي كانت عاليه. بصوا النار كانت عاليه خلاص بقى كده تتوطى. وهغطيها بعد ما تستوي سوا كامل اللحمه، لا نص سوا ولا فاضلها حاجه بسيطه، لازم تستوي حلوه جدا لان طبعا الرز مش بياخد وقت زي سوا اللحمه. هتستوي كويس وبعد كده نرجع نكمل مع بعض تاني. استنوني. بصوا حبايبي كده معايا اللحمه خلاص استوت واتاكدت من السوا بتاعتها، اختبرتها خلاص استوت وبقت زي الفل. في الوقت ده بقى هحط الملح بتاعي. طبعا الملح على قد الكميه كلها. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله تبارك الرحمن استوت حلوه قوي وريحتها قلب البيت. وهنزل بقى بالرز بتاعي. الرز دوت انا غسلته ونقعته لمده نص ساعه، يعني ميه عاديه كده نقعته فيها بس. الحبايه ايه كبرت شويه بس كده. بسم الله. ما شاء الله انا مش هزود شوربه تاني ولا اي حاجه، هي الميه بتاعته كده تمام جدا ومظبوطه. هسويه بقى سوى الرز العادي خالص. هياخد الغلوه بتاعته وبعد ما يغلي تمام يتشرب الشوربه بتاعته. ههدي النار خالص تمام لحد ما الرز بتاعي يستوي على نار هاديه زي اي رز عادي بنسويه. ما شاء الله تبارك الرحمن. اهدي الميه كده كويس. طبعا الرز البسمتي بياخد ميه اكتر من الرز العادي، ممكن تعمليه بالرز العادي بس هو الاساس بتاعها بالرز الايه البسمتي. هغطيه بقى دلوقتي تغلي الغلوه بتاعتها ويتشرب، ونرجع بقى نشوف شكلها في النهايه بعد ما استوت بقت شكلها عامل ازاي. بس متنسيش بقى تحطي لي لايك وتشتركي في القناه وتفعلي زرار الجرس عشان يوصلك كل جديد. نعم حاضر. ابتدت تغلي اهي خلاص بقى هغطيها ونكمل بعد ما تستوي. بصوا حبايبي خلاص كده انا خلصت الكبسه بتاعتي. بصوا ما شاء الله تبارك الرحمن، طعم ولون وريحه وشكل وكل حاجه كده سهله وبسيطه عملناها. بصوا اللحمه يعني هي استوت خالص، طعمها حلو قوي. زي ما قلت لكم كده خدت حوالي نص ساعه على النار. الرز اتشرب ووطيت له النار خالص، هديت له النار شمعه لحد ما الرز استوى. طبعا اللحمه كانت مستويه لحد ما طلعت بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. حاجه سهله وبسيطه، اتمنى تعجبكم وتجربوها وتنال رضاكم كده. اتمنى منكم بقى دعم وشير وسبسكرايب للقناه وتشجعوني كده بكلامكم الحلو، واستنوني في وصفات تانية احلى واحلى. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.